ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم فيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله في قناتي وقناتكم شيماء جمال تي في. طبعا انتوا فاكرين الكتاكيت دي اللي هم كانوا اولادي هم راجعين من المدرسه، فقابلهم حد بيبيع كتاكيت فاشتروا الكتاكيت دي. طبعا فاكرينها اللي كانت صغيره قوي لسه مفقوسه من البيضه دي. فكبروا ودول اللي اتبقوا منهم، هما كانوا 6 ماتوا 3 واتبقوا 3. وطبعا كبروا فالكرتونة مش بقت بتقضيهم، فبيطلعوا في البلكونة فبهدلوا البلكونة. الكوفرتة دي عندي قديمة فكنت بغطيهم بالليل، يعني بحطهم في الكرتونة وبغطيهم. دلوقتي هما كبروا فالكرتونة مش نافعة معاهم، فبيطلعوا في البلكونه، فزي ما انتم شايفين كده بهدلوها، فكل يومين 3 بنضفها وبتتوسخ تاني، فمش هتمشي معايا كده. فقلت انضفها تنظيفه كويسه وهفرشها بالكرتون. يعني انا دلوقتي مسحتها، شفتوها كانت شكلها عامل ازاي، اتكنست واتمسحت وبقت زي الفله. وهفرشها كراتين بعد ما نضفتها دلوقتي. بعت حد يجيب لي كراتين، فهفرشها كراتين لحد ما يكبروا. وتقريبا هما كده بقوا فراخ بيضة مش فراخ بلدي تقريبا، يعني على حد علمي. انا يعني اكتر حاجة فاشلة فيها فشل ذريع هو ان انا اهتم بالطيور او اربي طيور، عشان جربت كذا مرة وفي كل مرة بفشل. ونفسي بقى اتعود وافهم واعرف اراعيهم كويس، عشان انا عندي سطوح فوق ممكن استغلها في تربية الطيور. بس للأسف انا واحدة فاشلة في الحكاية دي قوي. يعني تلات الفرخات دول او التلات كتاكيت دول، حاسه ان هم عاملين لي ازمه، عاملين لي ازمه بجد يعني. او هم كبروا زي ما انتم شايفين، يعني انتوا شفتوهم من كام اسبوع كده كانوا كتاكيت صغنطوطه، دلوقتي خلاص مدين كده على فراخ زي ما انتم شايفين كده، بس فراخ بيضه تقريبا على حد شفتي ليهم. المهم بعد ما نضفت البلكونه وظبطتها وكنت فرشت فيها الكراتين، رحت دخلت المطبخ عملت فطار. بس الفطار كان يعتبر ما فيهوش حاجه اتعملت، هو البيض سلقته والفول عملته والحاجات الباقيه العسل والفطير والحاجات دي. تلاقوا ان احنا بناكل فطير كتير، بنحب الفطير فبنجيبه كتير. ده الفطير الجاهز بيبقى رهيف قوي غير المعمول في البيت. فول بالطحينه والليمون وبطاطس، وظبطت لهم الفطار. وبعد كده يعني طلعت من المطبخ، وبعدين بعد العصر كده دخلت تاني عشان اعمل الغدا. احنا بنتغدى متأخر شوية. هنتغدى ايه بقى؟ هعمل لكم اختراع يا كوتش هيعجبكم جدا جدا جدا، وخاصة البنوتات الصغيرين اللي لسه مبتدئين وما بيعرفوش يعملوا الجلاش طبقات ويحطوا سمنة فده هيريحهم. هتجيبي الجلاش وهتكسريه كده، فروتيه فروته، ما تخليش طبقتين على بعض. يعني حاولي بعد ما تقطعيه كده فرفتيه كده علشان ما يبقاش في حاجة ملزقة مع بعض. لو انتي صينية الجلاش بتحطي فيها نص كوباية من السمنة، حطي ربعها على الورق مباشرة كده. يعني نص الكمية اللي انت هتحطيها في الجلاش قولي نص كوباية، حطي نصها في الورق وفككيه عن بعضه، ما تخليش طبقتين على بعض. افضلي فككي فيه لحد ما يفك كله وكله يتشرب من السمنة، نص كمية السمنة اللي انت بتحطيها عموما في صينية الجلاش بتاعتك. هفضل افكك فيه كده واقلب السمنة فيه لحد ما كله يعني يطوله سمنة ويتفكك تماما. وبعد كده هنعمل التشريبة اللي احنا هنحط فيها هنحطها على صينية الجلاش. هي مش هتبقى جلاش بمعنى الكلمة، هتبقى زي مدية على فطيرة شوية، فطير يعني، تبقى من بره زي الجلاش ومن جوه زي الفطير المشلتت برضو. فانا حطيت نص كمية السمنة اللي انا لسه ما حطيتهاش، وعليها كوباية من الزبادي او معلقتين كبار. يعني لو بتعملي زبادي بيتي حطي معلقتين كبار من الزبادي على السمنة اللي متبقية. مثلا هتحطي 4 معالق، حطي معلقتين على الورق مباشرة ومعلقتين هنا. وهحط كوبايتين من اللبن، او كوبايه كبيره او كوبايتين صغيرين. الكوبايه اللي انا كنت بعاير بيها دي كانت صغيره فحطيت منها كوبايتين. ومعلقه من البيكنج باودر، معلقه كبيره من البيكنج باودر. قلبيه كده لحد ما يبقى زي الكريمي كده شويه، الخلطه دي هتبقى زي الكريمي. وادي معلقه كبيره من البيكنج باودر مهمه جدا. وطبعا احنا معصجين اللحمه قبل كده مع بعض كتير، وقلت لكم دايما بحب اللحمه تبقى متعصجه وجاهزه علشان لو عايزه اعمل اي حاجه سريعه تبقى موجوده معايا.
طبعا هندهن الصينية وهحط نص كمية الورق، وبرضو شايفين بفرفت كل ما بمسك والاقي واحدة على واحدة بفرفتها. هحط النص الكمية من تحت، وكم معلقة من التشريبة اللي احنا عملناها دي اللي هنسقسق بيها. وبعدين احط اللحمة المعصجة. اللحمة المعصجة دي كان طعمها حلو جدا جدا جدا. انا مش فاكرة كنت معصجاها بأنهي طريقة، عشان أنا التعصيجات دي عندي بمليون الف طريقة، بس الطريقة دي طعمها عجبني قوي. هحاول ارجع للفيديوهات واشوف نفسي معصجاها بأنهي طريقة من الطرق الكتير دي. النص التاني من الجلاش هنحطه من فوق، وبرضو فرفتي الجلاش. وبعدين هنحط كمية التشريبة او الخلطة اللي احنا عملناها دي هنحطها من فوق. وممكن تكتفي بس ما تحطش اي حاجة تاني، بس انا هحط جبنة موتزاريلا، يعني ممكن كده وخلاص. بس ايه، طبطبي عليه، اعملي بالمعلقة كده علشان تتساوى وكلها تبقى ايه، متشربة. ممكن كده خلاص كده هتحطيها في الفرن وبس، مش محتاجة حاجة تاني. بس انا هحط جبنة موتزاريلا. يعني لو هتعمليها حلو، علشان انا بعد ما عملتها كده وعجبتهم جدا جدا قالوا لي اعملي لنا نفس الطريقة دي بس جلاش حلو. فطبعا لو هتعمليها حلو مش هتحطي جبنة من فوق، فهتكتفي بالخلطة اللي احنا عملناها دي ورشة من الموتزاريلا، واحطها على جنب دلوقتي علشان هعمل كفتة، فاحطهم بالمرة هما الاتنين في الفرن مع بعض. ده تقريبا كيلو الا ربع من اللحمة المفرومة. عليهم لازم لازم تحطي دهن. يعني لو كيلو لحمة حطيله ربع كيلو دهن، 250 جرام. دول كيلو الا ربع، فانا حطيت تقريبا 150 جرام من الدهن بالتقريب. ما عنديش ميزان، انا بحط كده زي ما قلت لكم، اغلب حاجتي بحطها بالويم. وبعدين حطيت بصل، وما حطيتش عليه اي اضافات تانية غير شوية خضر صغيرين، هما دول اللي عاملين اللون الاخضر اللي هو شبت وبقدونس. وطبعا الكفتة هنصفي المية اللي في البصل قبل ما نحطها في الكفتة. الكفتة ما بتحبش المية، بتحب عشان ما تفكش منك وتبقى المهم. يعني بنحط تفل البصل بس. حطينا بعد ما فرمتها حطيت البصل في مصفى وضغطت عليه، والبصل اللي انا كنت مستخدماه ده بصل احمر ففيه ميه كتير، نزل معايا ميه كتير. وهنحط التفل دول تقريبا بصلتين كبار على الكيلو الا ربع من اللحمه. وحطيت عليهم تفل البصل. والله ما بقوش بعد ما طلعنا الميه وضغطنا عليهم ما بقوش بصلتين كبار، يعتبر متوسطين. وهتفضلي تعجني في الكفته كتير، اعجني فيها كتير. التوابل اللي انا بحطها في الكفته ملح وفلفل بس، ملح وفلفل بس. النهارده بقى زودت معلقه من البصل والثوم البودر، لكن انا عموما بحط بصل وملح وفلفل بس علشان ما تغيرش في طعم اللحمه. وبس معلقه البصل والثوم البودر ممكن هتنكه معاكي قوي بس مش هتغير الطعم، فعشان كده حطيتها. واعجنيها كويس جدا وسيبيها تتشمع شويه في التلاجة. انا كنت سايباها تتشمع قبل ما احط لها الخلطه، فانا ما سبتهاش، اشتغلت فيها على طول. زي ما انتوا عارفين انا عندي معلقه خشب مدوره كده، هي اللي بحب اصبع عليها. المهم ما لقيتهاش، تقريبا اخدوها لعبوا بيها مش عارفه والله. فقلت خلاص هستخدم السيخ في التصبيع وخلاص، وهتطلع كويسه. حاولي تعملي الكفته رفنتوها وطويله، مش رفيعه قوي، بس يعني يعني خليها طويله عشان هتكش وهتبقى قصيره. كل ما تطولي فيها بتبقى احسن. هنعمل الكميه كلها. هتجيبي جزء مناسب في ايدك كده، وهتصبعي على السيخ بالميه اللي احنا ميه البصل اللي احنا صفيناه، تصبعي بيها بتدي طعم حلو قوي قوي قوي. يعني الميه مش هنحطها في الكفته بس هنصبع بيها. واحيانا على فكره بحط مع الكفته شوفان، بس انا كان خلصان عندي كتير قوي. استخدمت الشوفان في الكفته ومش بيغير طعمها ولا بيعمل اي حاجه خالص، بس الشوفان يبقى مطحون ناعم قوي فبتحطيه في الكفته، مش بيخليها تكش ولا يخليها يحصل لها اي حاجه ولا بيغير طعمها. بس انا كان خلصان من عندي. وناخد كميه كمان مناسبه ونصبع بميه البصل.
وهنرصهم في صينيه. وكده تقريبا خلصنا كل الكميه كلها. وانتي بتصبعي حاولي تضغطي على الطروف من فوق ومن تحت علشان تصبع معاكي بسرعه وما تفكش. يعني اهتمي بالتصبيع من فوق ومن تحت، فوق الكفته وتحت الكفته، وبعد كده كملي في النص. كده عملت صينيه الجلاش وصينيه الكفته. صينيه الجلاش اعملوها تعجبكم جدا، من جوه بتبقى عامله زي الفطير المشلتت بس محشي، تحس ان هي تركيبه كده ما تعرفيش دي مكرونه ولا ده جلاش ولا ده فطير، حاجه كده يعني ما تعرفي لهاش، بس طعمها حلو جدا جدا جدا. ده كان شكلها. هقطع لكم دلوقتي جزء منها تشوفوه. كانت سخنة مولعة، يعني انتوا سيبوها تبرد شوية علشان تعرفوا تطلعوها من الصينية. هي كانت سخنة معايا قوي وانا قطعتها على طول عشان اوريها لكم وعشان الاولاد كانوا عايزين ياكلوا. فبصوا هوريكم الجزء ده. طعم شكلها يتحدث عن طعمها، شكلها حلو قوي وطعمها تحفة جدا جدا جدا. ومش مش بتبقى متعبة معاك انت، بس يا دوب هتكسري وتحطي السمنة وتحطي في الصينية وبس. رحت انا اجيب شوكة علشان اوريكم شكلها عامل ازاي. بصوا تحسوا ان هي مدية على لازانيا. يعني هي اقرب ما يكون للازانيا، عارفين بالظبط، اقرب ما يكون للازانيا. بصوا شكلها عامل ازاي وطعمها كان تحفة جدا جدا جدا. جربوها ومش هتندموا. وبعد كده هنجيب صينية الكفتة من الفرن. لسه كنت بعرض لكم برضه. حطيتها في طبق التقديم بعد ما قطعتها، بس انا ما كنتش عارفه اطلعها وهي سخنه كده فقطعتها. المهم يعني في الاخر الحمد لله طلعت في طبق التقديم. وهنجيب الكفته طريه جدا وجوسي من جوه، هوريها لكم. بس هنحط لها فحم، هنطفيها بالفحم علشان تدينا طعم الشوي. فحمه ونحط عليها معلقه زيت. خلاص اتعودنا على الحركه دي، بس بما انك هتعملي الحركه دي لازم تطلعي على حاجه خضراء علشان تمتص. لو اي حاجه مضره دخلت في الكفته لازم تحطيها على حاجه خضراء تسحب لك الحاجات المضره اللي دخلت. فاي حاجه تحط لها فحم طلعيها على جرجير، على خضره، على اي حاجه خضراء عندك طلعيها عليها. وطلعنا كده الكفته في طبق التقديم بتاعها برضو، هوريها لكم دلوقتي. طعمها كان حلو جدا والطبق طبعا اتنسف. وعملت جنبهم استنوا شوفوها دلوقتي. وكمان هنا مش باينه قوي والله، كانت يعني جوسي اكتر من كده. وهنحط بقى اطباق التقديم وكده. كان الغدا عندنا خلص، بس طبعا لازم نزين من فوق كمان باللون الاخضر علشان العين بتاكل الاول قبل البق. بصوا شكلها عامل ازاي، بتتحدث عن نفسها. ودي الجلاش بتاعنا هقطعه علشان يبقى سهل، وانا لما احطه على السفرة يبقى سهل وانا بحط الاولاد في الاطباق. وطبعا عملنا سلطة الطحينة. وعلى فكرة اسمه ايه ده اللفت كان خلاص استوى واكلنا منه، بس نسيت احطه او بعد ما انا خلاص قفلت الفيديو وصورت المقاطع دي افتكرت اللفت فما عرفتش احطه جوه البتاع. ما علينا. كده كان الاكل خلص. ونعمل بما اننا دخلنا في الشتاء فهنعمل ام علي. ام علي يعني حاجه احنا بنحبها قوي قوي، وبتبقى مناسبه قوي في الشتاء، وبتحس ان هي بتدفي وبتلكم كده، بتحس ان مش عايز تاكل حاجه تانية معاها، فتاكليها طبعا بعد الاكل. بصوا الكيس ده، الكيس الجاهز ده بيعمل الاربع طواجن دول. المقدار مظبوط بالملي، يعني مش هينفع تحطيهم في 3 بس، هتبقى كبسة معاكي. احنا عايزين تبقى من جوه طرية كده وحلوة. هتعمل معاكي الكيس الجاهز ده هيعمل معاكي الاربع طواجن. وده تقريبا كيلو لبن. انا علشان اطعمها واديها طعم حلو فحطيت عليها واحدة من الباكج الجاهز بتاع الكريم شانتيه. والسكر طبعا على حسب التحلية، بس حاولوا ما تزودوش سكر قوي. حطينا اللبن عليه واحدة من الكريم شانتيه وواحدة من والسكر وبس كده. ما حطيتش اي حاجة تاني. ممكن انت في المرحلة دي تحطي مكسرات من جوه او تحطي مكسرات من فوق، بس انا مش ما حطيتلهاش اي اضافات. هحط لها بس معلقة قشطة من فوق وبس كده.
لما تحط اللبن ما تحطهاش على طول في الفرن، علشان اللبن بيتشرب، فانت تستنيها كل ما تتشرب تزودي لبن، يعني خليها مثلا ربع ساعة، كل ما تلاقي اللبن اتشرب زودي لبن زودي لبن، علشان لو حطيتي لبن وحطيتيها في الفرن على طول اللبن هينشف وهتبقى من جوه كبسة، واحنا مش عايزينها تبقى من جوه كبسة، احنا عايزينها تبقى حلوة كده. وريتها لكم، وطبعا زي ما بنخاف على الرخامة لازم نخاف على الصواني بتاعتنا، فحطيت الكوستر ده علشان هما كانوا لسه دافيين فما ما يبوظوليش الصواني، فحطيت الكوستر وكده كده مش باين اهو. هوريها لكم من جوه عامله ازاي، مش كبسه، حلوه قوي بصوا. لكن لو ما شربتيهاش كويس من اللبن هتلاقوها طالعه كبسه. وكده الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، سلام.